السلام عليكم. تعرف ان في قاعدة مهمة جدا في التصميم بتقول ان المستخدم ما بيشوفش الديزاين زي ما احنا كديزاينرز بنشوفه؟ هتقول لي يعني ايه الكلام ده يا حجاج؟ هقول لك ببساطة يا صديقي، انت كديزاينر بتشوف الديزاين كإليمنتس، عناصر، انما المستخدم بيشوف الديزاين كباترنز، انماط. وده مش رأي حد في الاندستري، ده علم اسمه الجيستالت سايكولوجي. وللمعلومه الجيستالت برنسبلز ظهرت قبل التصميم بكتير، كانت في الاساس علم نفس بيدرس ازاي المخ بيرتب العناصر بصريا. طيب ليه ده مهم لينا كمصممين؟ لان ببساطه يا صديقي ادراك المستخدم مش بيتحكم في شكل العناصر، لكن العلاقات اللي بينهم. وعشان كده مهم جدا يبقى عندنا على الاقل خلفيه عن مبادئ العلم ده. وخليني اقول لك 4 مبادئ منهم لو فهمتهم صح هتبص للديزاين بعين تانية خالص. اول مبدأ وهو اللو اوف بروكسيميتي او قانون القرب، وده معناه ان المستخدم بيفهم العناصر القريبه من بعض انهم مرتبطين ببعض even لو مختلفة. عشان كده لازم تجمع كل element باللي ليه علاقة بيه. وخلينا اديك مثال، لو filter options في اي كوميرس متفرقة، هنا المستخدم هيحس ان في حاجة غلط، وعقله هيبذل effort زيادة عشان يقنع العين انهم مرتبطين ببعض، وده طبعا ضد اليو اكس. تاني قانون معانا وهو اللو اوف similarity او قانون التشابه، وده معناه لما يكون في عناصر قريبين وشبه بعض المخ بيجمعهم في جروب واحد. وده اللي بيخلي الديزاين سيستمز مهمه جدا، لان الكونسيستنسي مش مجرد منظر زي ما اتفقنا، دي لغه وظيفيه وبتقلل مجهود التفكير على المستخدم. القانون رقم 3 وهو اللو اوف كونتينيوتي، كلمه رخمه جدا، او بالعربي الاستمراريه البصريه. وده معناه ان عين المستخدم ما بتمشيش راندوم، هي بتمشي على فيجوال فلو طبيعي. عشان كده افضل يو اي هو اللي بيحرك عين المستخدم كجي بي اس من جول للتاني من غير ما المستخدم يحس بحاجه. القانون رقم 4 وهو اللو اوف كلوجر او قانون الاكمال. القانون ده بيوضح لنا ان المخ بيكمل الناقص تلقائيا، عشان كده تلاقي لوجوز كتير فيها مساحات ناقصه ولكن ستيل مفهومه. وده سر نجاح المينيمال ديزاين، لانه بيخلي الادراك اسرع وبيدي راحه للعين. طيب هو حجاج ايه علاقه ده بالبزنس؟ خليني اقول لك يا صديقي، لما التصميم يبقى مبني على فيجوال بريسبشن صح، خد عندك اللي هيحصل. المستخدم هيفهم اسرع وهيثق في البراند اكتر وهيكمل اليوزر جورني من غير مقاومه. وده معناه كونفرجن بلس ريتنشن اعلى بلس اكسبيرينس اقوى، وكل ده طبعا بيترجم لفلوس اكتر. يعني باختصار الجيستالت مش مجرد قوانين التصميم على قد ما هي طريقه تفكير. لما تبدا تصمم بناء على باترنز مش اليمنتس مش عناصر، هنا فعلا شغلك بيبقى بروفيشنال ومنطقي اكتر، حتى لو الفيجوال ستايلز بسيطه.